يا صباح الخير او مساء الخير حسب ما بتشوف الفيديو دلوقتي. جايه لكم النهارده في فيديو جديد وروتين جديد. بس قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسيش تصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وتشتركي في القناه، وكمان تفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بنزله، وتحطي اللايك الحلو، وكمان تكتبي لي كومنت حلو منك. زي ما انتوا شايفين كده النهاردة الروتين بتاعنا هيكون قوي جدا. هنعمل فيه شوية تغييرات وهنعمل فيه تنظيفات حلوة كده. طبعا الأوضة كان منظرها صعب. خلاص لقيت بقى كده ان انا مش هينفع استنى تاني، قلت يلا بقى نغير النظام فيها شوية، ولو فيها بقى شوية تنظيفات ولا اي حاجة كده نعملها مع بعض. اهم حاجة تبتدي كده شغل بيتك بدري. ما بتحسيش بعد كده ان انت ايه، في حاجات كتيرة وراكي لما بتشتغلي بدري في الشقة بتخلصيها بدري، فزي ما بيقولوا يعني شغلة البدرية منسية. ابتديت ان انا بقى كده، هنا كان في شوية غسيل طبقتهم، وهشيل كده الفرش من على السرير زي ما انتوا شايفين كده. معلش بقى لو الاضاءة يعني غامقة شوية عشان بس اضاءة الشمس ضاربة في الأوضة، لاني انا عندي البلكونة زي ما انتوا شفتوا كده جوه اوضة النوم. بس وابتديت بقى ان انا اغير زي ما انتوا شايفين المفارش كده، وهطلعها بقى تاخد كده شوية شمس. اهم حاجة تشمسي الفرش بتاعك. وطبعا احنا شايفين الشمس ما شاء الله قوية جدا عشان فصل الصيف وحر جدا كمان. لمعت كده التكييف قبل كمان ما انضف السرير، علشان لو في تراب ولا اي حاجة ما يوسخش السرير بعد ما انضفه. كان بقالي كتير عمالة اقول كده عايزة اغير نظام الأوضة. هنا طبعا انا كنت حاطة السرير جنب الحيطة، بس قلت لا خلاص بقى اشيله واحطه كده في مكان تاني. طبعا اللي هيتابعني لاخر الفيديو هيشوف انا هحطه ازاي، وياريت بقى تتابعوا كده لاخر الفيديو عشان تقولوا لي رايكم ايه في النظام الجديد اللي انا عملته، حلو ولا وحش. يعني انا صراحة بحب التغييرات، ما بحبش اخلي العفش في حتة لمدة طويلة على طول كده بحب اعمل تغييرات. لميت بقى كده الغسيل والفرش اللي طلع، اوديه بقى الغسالة. وبعد كده بقى هبتدي ان انا ايه، هفضي هنا ده سرير مسك، برضو اطلع المرتبة بتاعتها كده تتشمس شوية. طبعا هنا وانا بلم كده السرير اكتشفت ان هو مكسور من الحديدة اللي تحت، فقلت بقى هبقى انزله لحد يصلحه. آه بس ان شاء الله هبقى اعمل لكم كمان في روتين اغسله ازاي واوريكم ازاي سرير البيبي بيتغسل. هو طريقته سهلة جدا، ان شاء الله هعمل لكم فيديو بيه. هنا بقى طلعت الكومودينوهات كده بره، طلعتها بره الاوضه خالص عشان ايه، افضي مساحه اعرف اتحرك وانا بنقل السرير. كمان فكرة ان انا فكرت انقل السرير في النص وادخل سرير مسك جنب الحيطة، بسبب التكييف برضو على قد كده صعب جدا. بيخلي الواحد بصراحة يقوم من النوم يعني تعبان. فانا كنت خايفة طبعا على مسك لان كانت كل يوم تقوم تعبانة منه وكده، فقلت لا اخلي بقى السرير بتاعها هي تحت التكييف عشان تبقى بعيد عنه يعني. زي ما انتوا شايفين بقى كده انا كنت فضيت وكنست الارض. ابتديت بقى ان انا اشيل المرتبة وكده، هفضي بقى تحت السرير خالص. مشكلتي بقى في تحت السرير دي، يعني هي عندي حاجات كتيرة جدا بس للأسف ملهاش مكان في الدولاب، فبستعين بقى بتحت السرير. طبعا اكيد في بيوت كتيرة مصرية كده زيي. بس فطلعت كل حاجة بره خالص وفضيت الأوضة زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. انا بصراحة ما بحبش يعني اخلي حاجة تحت السرير، ما بحبش اخلي حاجة مثلا متكركبة في بلكونة. ما بحبش الكركبة، يعني اي حاجة بحس ان هي ملهاش اي لازمة بستغنى عنها على طول، عشان بحس ان الترويق بيبقى اسهل. يعني اجي اروق الاقي الحاجة سهلة معايا، ما الاقيش كركبة كتير. بس طبعا انا مضطرة لان الحاجات دي مهمة طبعا، اكيد هبقى محتاجاها بعد كده. بس راضية يعني بالامر الواقع. كنست اهو تحت السرير، هو طبعا الحمد لله ما كانش مطلع تراب كتير لان انا ايدي فيه على طول، رغم ان هو بيبقى مشقة يعني لما اجي افضي وانضف تحتيه. بس الحمد لله يعني. زي ما انتوا شايفين انا بقول لكم هو جنب الحيطة، هجيبه بقى كده في النص شوية
شايفين المساحة اللي بقولكوا عليها؟ هيوضح اكتر دلوقتي اهو كده بقيت في النص زي ما انتوا شايفين. هحط بقى هنا كده سرير مسك واخلي السرير بتاعنا احنا في النص. هبتدي بقى ارجع ارص الحاجة تاني بعد ما امسح كده. بصوا انا جبت الموب ده، بصراحة هو كان اول ما جبته كان كويس، بس ابتديت يعني بعد الاستعمال بفترة كده حسيت ان هو يعني ابتدت ال- اللي هي الغيار بتاعها دي تفك اللزقة بتاعتها، ما بقتش تثبت فيها. فابتديت احس ان هي نوعها تقريبا ما كانش حلو. بس فقلت لا خلاص ان شاء الله لما احب ان انا اجددها تاني اجيب بقى نوع انضف شوية. انا ما كنتش بصراحة اعرف يعني في الانواع، فجبت بصراحة اللي قدامي، ما كنتش واخدة خلفية يعني. بس وكده خلصت زي ما انتوا شايفين. ابتديت بقى ان انا ايه ارجع تاني السرير كده بتاع مسك. حطيت المرتبة وكل حاجة زي ما انتوا شايفين يعني. اللي وصل بقى معايا في الفيديو لحد دلوقتي ما ينساش يشترك في القناة وكمان يفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد، واللايك الحلو منكم. وكمان انا بفرح جدا جدا بالكومنتات اللي انتوا بتكتبوها لي، فياريت ما تبخلوش عليا بكومنت حلو كده منكم. ولو في اي تعليق مثلا عن اي حاجة عايزين نعملها مع بعض اكتبوها لي، وانا ان شاء الله بقراها على طول وهرد عليكم على طول بإذن الله. زي ما انتوا شايفين انا كده الحمد لله خلاص رصيت الحاجة، وهحط كمان الملل وهرجع كده المرتبة. خلاص كده المهمة الصعبة انتهت الحمد لله. هيبقى كل اللي جاي بقى سهل بعد كده اهو زي ما انتوا شايفين. قولولي ايه رأيكم بقى في النظام ده كده شوية. طبعا هي الأوضة مش واضحة قوي، بس لما اخلصها في الاخر هيبان. فرشت كده الملاية على السرير وهبتدي بقى ايه اخش على حاجة تانية. الواحد بصراحة على قد ان هو بيبقى مكسل عن الحاجة، وقبل ما يبتدي فيها بيبقى مستتقلها ويحس ان هو مش قادر يخش يعمل حاجة، بس مجرد بس ما انت تحطي كده ايدك في الحاجة بتلاقي كده النشاط ابتدى الحمد لله، وابتدت الحاجة بتاعتك تخلص وبتبقي مبسوطة جدا بالنتيجة النهائية. فربنا كده يا رب يدينا الصحة ويديكوا الصحة، امين يا رب العالمين. وما نكسلش خالص وما نضحكش كده، وقصدي ما يضحكش علينا الشيطان ويخلينا قاعدين كده من غير ما نعمل شغل بيتنا. زي ما انتوا شايفين هنا كده دخلت برضو على التسريحة، كانت مليانة شوية كركبة. بس انا اصلا دلوقتي يعني في السن بتاع مسك اللي هي يعني بتبقى كل حاجة عايز تكتشفها وكده، فما بقتش اخلي اي حاجة على التسريحة، يا دوبك بس بنضفها، احط فيها حاجات بسيطة، واي بقى كريمات اي حاجة بشيلها خالص. زي ما انتوا شايفين كده التسريحة فاضية خالص. عشان هي كانت دايما تخش تلاقي اي حاجة تفتحها وطبعا بتاكلها، فقلت لا وعلى ايه اشيلها خالص. اهو زي ما انتوا شايفين رجعت هنا الكومودينو هنا في النص. الكومودينو التاني هتشوفوه انا حاطاه فين. ابتديت بقى ان انا المع بملمع الخشب كده. الملمع ده جميل جدا بصراحة وريحته حلوة. ما لقيتش احسن منه بصراحة. كل الملمعات اللي انا استعملتها ما لقيتش احسن من اللي هو اسمه موري تقريبا، او مش عارفة بصراحة اسمه ايه. هنا بقى الكومودينو التاني حطيته كده جنب الباب. ابتديت بقى كده خلاص دي المسحة الأخيرة بقى كده وهفرش السجاد. وده بقى كان الفيديو بتاعي النهاردة، ويا رب تكونوا استفدتوا منه ولو بحاجة بسيطة. آه ويا رب يكون محتواه كمان عجبكم، وان انا اكون خفيفة عليكم وما بصدعكوش كتير. خلاص كده هسيب بقى الارض تنشف شوية، ورجعت كده رحت حطيت السجاد. السجاد ده انا كنت جايباه في العيد اللي فات وفرشته يا دوبك ايام العيد ورحت شايلاه تاني، فهو لسه جديد اهو زي ما انتوا شايفين. قولوا لي ايه رايكم في السجاد ده، حلو ولا لا؟ دي المشاية الصغيره دي بقى كانت عندي، ودي اللحظه اللي انا بحبها رش المعطر. خلاص كده كنت خلصت، ويا رب كده
ان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.